عارف ان في شويه ثغرات في دماغك لو حد فاهم علم نفس شويه يقدر يهكر مخك ويمشيك على مزاجه، وانت فاكر يعني ان انت صاحب قرارك ومخك بيخدعك. النهارده هقول لك على 6 اسرار في علم النفس، لما تعرفهم هتحس ان انت كنت عايش اعمى في وسط الناس. مش كده وبس، مش هتقدر تحمي نفسك منهم بس، ده انت ممكن تتحكم كمان في الناس اللي كانوا بيعملوا فيك كده بيهم. واهم 2 في الاسرار ديت اخر 2. بس الاول خد نفس مع الدك، خد نفس عميق وتعالى. السر الاول، تأثير بن فرانكلين. لو عايز حد يحبك المفروض ان انت تعمل ايه؟ الطبيعي اللي انت تقدم له خدمة او تقدم له معروف. صح؟ غلط. اسمع القصة دي. بن فرانكلين كان عنده عدو لدود في الكونغرس. فكر في فكرة صايعة شوية، عمل عكس اللي احنا كنا بنعمله. عرف ان العدو دوت عنده كتاب نادر في المكتبة بتاعته، بعت له قال له انا عايز استعير منك الكتاب دوت لمدة 4 ايام. طبعا العدو في الاول استغرب، بس ما كانش قدامه حل غير ان هو يديهوله. فاداهوله، خده، ركنه عنده، ما فتحوش، وبعد 4 ايام رجحوله ومعاه جواب شكر محترم. النتيجه كانت ايه؟ لما العدو دوت قابل بن فرانكلين بعد كده، هو اللي بدأ الكلام معاه، وبقوا اعز اصحاب. على فكره القصه دي كبيره جدا، انا اختصرتها بس عشان خاطر وقت الحلقه وعشان عارف ان وقتكم مهم. سالوا الراجل بعد كده ازاي العداوه دي اتقلبت لمحبه. قال لهم انا فكرت مع نفسي ازاي اسلفه حاجه غاليه عندي الا لما اكون بحبه، وانا لو مش بحبه مش هديها له. من الاخر كده، الحب والمعزه بيجوا بعد العشره والتعامل. الحب حاجه معنويه، ما ينفعش بن فرانكلين يطلب منه حاجه معنويه، طلب منه حاجه ماديه نتيجتها هتبقى حاجه معنويه. الخلاصه، لو عايز حد يحبك ما تعملوش معروف، اطلب منه معروف. اوعى تطلب منه فلوس، معروف صغير كده، لو طلبت منه فلوس هتخسره للابد. السر التاني، عمرك قريت برجك او تحليل شخصيه وقلت يا نهار ابيض ده بيوصفني بالظبط، ده اكيد مخاوي؟ تعال اقول لك على تجربه فورير الشهير. فورير ده مش حاجه بتتلبس، لا، ده استاذ علم نفس، عمل تجربه تحليل شخصيه لطلابه وبعدين وزع عليهم النتيجه، وكل واحد خد ورقه فيها وصف شخصيته. الطلاب انبهروا، اكتر من 90% منهم قالوا ان الكلام اللي في الورقه ده بيوصفهم بدقه 100%، مش 99%، 100%. المفاجاه، الاستاذ وزع نفس الورقه على كل الفصل اساسا. الكلام اللي كان فيه كان عام جدا، زي مثلا انت اجتماعي بس احيانا بتحب تقعد لوحدك، شفيقي يا راجل، لما بيبقى تعبان بيرتاح ولما يبقى مستعجل بيمد. ده في علم النفس اسمه تأثير بارنو. مخك بيحب يبقى مميز، فيفسر اي كلام على مقاسه هو بس. الخلاصه، ما تخليش اي حد يثبتك بكلمتين عامين ويحسسك ان هو فاهمك اكتر من نفسك. خليك مدقدق كده وناصح. السر التالت، عمرك نجحت في حاجه وبدل ما تفرح اللي انت نجحت يجي لك احساس داخلي كده اللي انت نصاب ومحظوظ بس، والناس لو عرفت الحقيقه هيعرفوا ان انت ما عندكش فكره اساسا؟ تمن يا ريس، انت مش لوحدك. اينشتاين اللي غير شكل الفيزياء قال لصاحبه قبل ما يموت انا حاسس ان انا نصاب ومحظوظ والناس مبالغين فيا. تخيل اينشتاين حاسس ان هو هجص، واحد زي يعمل ايه؟ المهم ما كملش الحلقه دي او ما نط من الشباك على طول. دي اسمها في علم النفس امبوستر سيندروم. المخ بيقارن كواليسك المكركبه بعرض الناس التانيين المثالي. الخلاصه، لو حاسس ان انت مش كفايه رغم نجاحك، كونجراتوليشن، مبروك يا معلم، انت كده وصلت بس مخك بيشتغلك. بس شد 30 خط تحت، رغم نجاحك، مش كفايه رغم نجاحك. السر الرابع، تأثير الأضواء. لو اتكعبلت اتكفيت على وشك وانت ماشي في الشارع، ولا لبست قميص مقلوب ونسيت ونزلت ولا حاجه، بتفتكر ان الناس كلها بتبص عليك واللي سيرتك اصلا على كل لسان. تجربه عملوها في جامعه كورنيل، جابوا طالب ولبسوه تيشيرت عليه رسمه محرجه جدا ودخلوه مكان مليان طلاب. الولد كان داخل مكسوف موت على اساس ان كل اللي جوه هيلاحظوا اللي مرسوم على التيشيرت بتاعه. المفاجاه كانت ايه؟ اقل من 20% اللي خدوا بالهم اصلا من الرسمه اللي على التيشيرت. خدوا بالهم، مش ركزوا، لا يا دوب بس خدوا بالهم. الناس مش مهتمه بيك يا صاحبي زي ما انت فاكر، كل واحد غرقان في تيشيرتاته اساسا وعنده اللي مكفيه. الخلاصه، عيش حياتك براحتك، ما تتلفتش، محدش مركز معاك اساسا. السر الخامس، مخك يا معلم مش عايزك تبقى سعيد، مخك عايزك تبقى حي، زي الام كده. الولد عايز يلعب وعايز ينزل الميه وعايز يقلع في الشتاء، بس امه بتبقى خايفه عليه فبتحجمه. كل القلق والخدع اللي احنا بنحس بيها ديت كانت زمان بتحمي اجدادنا في الكهوف، بس دلوقتي هي اللي بتعمل لنا التوتر والحاجات اللي احنا حاسين بيها ديت. الحل انك تفهم اللعبه وتركز في السر الجاي، عشان السر الجاي
اهم واخطر سر فيهم، السر السادس، وده غايتنا في الحياه، وده بيلخص الدنيا كلها في المثل اللي جاي دوت. واحد داخل محل كباب وكفته، راح جاي قاعد ومتجعس، جرسون عايز واحد سلطه خضراء. جرسون بص له كده، قال له ايه؟ قال له ايه، مش سامعني؟ واحد سلطه خضراء. الجرسون قال له اللهم طولك يا روح. راح جاي صاحب المحل منادي على الجرسون، قال له يا عم اديله طبق السلطه خليه ياكل ويغور. راح جاي منزل له طبق السلطه، خد. الراجل راح جاي ضايقه، لا مش متظبط، طماطم مش طماطم قليله. الجرسون يقول له ايه؟ ده اللي عندنا. على النقيض، لو واحد تاني دخل وراح جاي قاعد وقال له جرسون اديني كيلو كباب، كيلو كفته، كيلو طرب، جوز حمام محشي، ايه اللي هيحصل؟ هتنزل له كل السلطات من غير ما يطلبها ومتظبطه. الدنيا كده، اطلب دنيا هتجيلك وتترمي في وشك ومش متظبطه، اطلب الاخره هتجيلك الدنيا ومتظبطه. والسر دوت على فكره انا ما خدتوش من علماء علم النفس ولا من الكتب، انا خدتها من استاذي ودكتوري علي حسيب، استاذ الجراحه في القصر العيني. لو وصلت لحد هنا يبقى اكيد المحتوى عجبك، اعمل لايك، اعمل سبسكرايب، شير الحلقه عشان تبقى صاحبي وحبيبي وكفاءه. انزل دور في الحلقات بتاعتي القديمه، اكيد هتلاقي حاجه تانية تعجبك. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. سلام.